بسم الله الرحمن الرحيم. في البسملة أيها الأحبة نتنبه إلى إتمام الكسر الذي كثيرا ما أسمع يعني عدم مراعاة لهذه أو لهذا الحكم أثناء الإتيان بها. مما أسمعه من بعض من يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، والأصل بسم الله الرحمن الرحيم. نتنبه إلى إتمام الكسر في هذه المواضع. وليس ولا أقول كما نبهنا في الاستعادة. بسم الله، وأتنبه في السين أن أعطيها حقها من الرخاوة مع إعطائها حقها من الصفير. بسم الله ولا أقول الرح، فأنقل تفخيم الراء إلى الحاء، لا أقول الرح وإنما راح رح. انظروا كيف أنتقل من الراء المفخمة إلى الحاء المرققة، وأعطي الحاء حقها من الزمن لأنها رخوة مع بيان ما فيها من الهمس. بسم الله الرحمن الرحيم.